السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في فيديو جديد هقول لكم كام معلومة مهمة في فيفا لازم عشان تكون محترف وتاخد بطل فيفا وتعمل فريق حلو، حتى لو انت معكش فلوس كتير او حتى لو انت لسه بادئ جديد في نص السيزون او ايا كان. اقول لكم شوية نصايح، حرفيا النصايح دي هي اللي بتفرق جدا 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 مع اي حد، بجانب نقط فيفا، نقط الترانسفيرنج بوينت اللي نزلت جديدة وكام حاجة تانية جديدة. تعالوا بقى اول حاجة ناخد الاعداد دي وهقول لكم حاجة. اول حاجة يعني هقولها معاكم اللعيبة. اول حاجه حدث الكوبا. في ناس شايفه ان حدث الكوبا دوت ملوش اي لازمه، وان هو ما بيدكش اي حاجه وما بيدكش لعيب 90 او ما بيدكش غير لعيبه 90 مثلا، ما بيدكش لعيب 98 99 ما اعرفش ايه. الناس المحترفه فعلا بتشوف كده، بس للاسف الناس اللي لسه بادئه جديده او الناس المتوسطه عموما لازم تلعب كل يوم حدث الكوبا والاحداث ديت، او لو في حدث اساسي ودوت حدث احتياطي انت ما بتلعبش فيه. فانت دلوقتي بالنسبه لك لو لعبت فيه وجيت تحسب دلوقتي وشفت المسار دوت، هتلاقي المسار ده فيه فوق ال 5000 جوهره، وفي فوق ال 30 من الستار بوينت، وفي فوق النص مليون جنيه كوينز، وفي نسختين ماسكرانو، وفي. فانت كواحد لسه بادئ السيزون، حتى لو انت بادئ من نص السيزون او بادئ في اي وقت من الاوقات، لازم مهم جدا ان انت تلعب حتى لو حدث احتياطي او لو حدث مش اساسي، ان انت تخش وتاخد كل الحاجات دي، لان الجواهر دي هتساعدك ان انت تفتح باكات. اللعيبه من 75 ل 85 ديت مهمه جدا، اللعيبه من 60 ل 69 مهمه. هتقول لي ازاي اللعيبه ال 60 مهمه؟ هقول لك مهمه ومن اهم اللعيبه حتى بالنسبه للناس اللي هم عالميين في فيفا، وهوريك ليه دلوقتي معايا. وادي كل حاجه، لازم تاخد الكوينز ولازم تاخد الجواهر ولازم تاخد نسخ دوديك، هتحتاجها نسخ ماسكرانو، كل الحاجات ديت هتحتاجها ومهمه جدا. ما ينفعش تقول لي انا هلعب الكوبا هستخدم ايه في الكوبا، مش هتديني لعيبه 90، مش هتديني ما اعرفش ايه، لازم تلعبها. والاحتياطي بيديك يمكن هدايا كتير جدا. الاساسي ممكن يكون بيديك لعيبه 95 او ما اعرفش ايه، بس هو في الاول وفي الاخر بيديك حاجه واحده. انما الاحتياطي بيديك جواهر زي ما احنا شايفين، بيديك لعيبه، بيديك ماسكرانو، بيديك حاجات كتير انت بالنسبه لك مهمه جدا، يمكن اهم من اللعيبه الاساسيه. يعني طبعا مش اهم من اللعيبه الاساسيه، بس هي هتساعدك ان انت تطور اللعيبه الاساسيه، وان انت تفتح اصلا باكات بالجواهر يديك لعيبه اساسيه وحاجات تانية كتير. دي كانت اول معلومه، فانت ما تستقلش باي حاجه حتى لو لعيبه 60. تاني معلومه هقول لك بقى ليه ما تستقلش باللعيبه ال 60. يعني دلوقتي انا واحد اوفر 100 وكل حاجه، بس انا بالنسبه لي كل يوم بخش اجيب لعيبه 60، زي ما اوريك دلوقتي مثلا لعيبه 67 هشتري متوسط سعرها حلو، مش هدفع فيها كتير، وهشتري 20 لعيب بتاع ما اعرفش ايه. اول حاجه تخش بشكل عشوائي، طبعا اللعيبه دي غاليه، 37000 غاليه. انا اقول لك نصيحه تاني بيني وبينك كده، لو عايز تعرف اللعيبه دلوقتي، انا عايز اجيب لعيبه 67، حط اي حرف هنا مثلا، حط حرف الام مثلا، يطلع لك لعيبه 60. هوريك اللي هيطلع، هوريك هتعمل ايه. دلوقتي هيطلع لك لعيب هنا ب 37000، هنا لعيب ب 32000، هنا لعيب ب 29000. هيبدا يطلع لك بقى التقييمات، هنا لعيب ب 18000. فانت ما تحطليش لعيب 67 وتروح تشتري لعيب بايه؟ بسعر لاعبين. يعني انا دلوقتي 18000 و18000 37000، فانت ايه تروح تشتري لعيب ب 37000؟ دي الحركه دي اعملها عموما لو عايز اي لاعب، حط اي حرف كده هيبين لك الاسعار كلها اهيت، و18 200 وما اعرفش ايه. وهنا ممكن 19 و100، ممكن اشتري 5 لعيبه ما اعرفش ايه، 6 لعيبه هكذا. فانت لو حطيت الحرف دوت بيعمل بحث عشوائي، بيطلع لك معظم اللعيبه الايه ال 67 من اولهم لاخرهم. هتلاقي ان هو نزل لل 66 عادي، وادي ب 18400 لعيب، 17400 اهوت. فانت ما تخشش تشتري ب 37000 على طول. دي اول معلومه برضو مهمه جدا جدا جدا، وانت بتعمل سيرش اعمل كده. او بص، لعيبه ب 17000 ونص، انت كان ممكن تخش تجيب لعيب ب 37000 دلوقتي، الفرق 20000 في 10 لعيبه تعمل لك 200000 زياده ولا اي حاجه. طبعا نخش المعلومه الاساسيه بعد ما اشتريت اللعيبه، وده هو بنت الاسعار كلها قدامنا، وعرفنا ان احنا ممكن نشتري لعيب ب 18000 مثلا او 19 و100 او ايا كان. طبعا هتلاقي بص اهوت في واحد حاطط مثلا 20 لعيب مشتريه مثلا زي انا اوقات بعملها مثلا، او دلوقتي بحط 5 لعيبه 6 لعيبه زي ما ده حاطط 3 وده حاطط 3. تعالوا بقى اقول لكم ليه بعد ما نجمع 20 لعيب كده ولا حاجه بس من نفس اللاعب. عايزين طبعا احنا بنجيب كذا نسخه من نفس اللاعب عشان اقول لكم ليه دلوقتي. هقول لكم ليه، بس اما نجيب برضو ايه زي ما قلت لكم 10 مثلا نسخ من نفس اللاعب اقل حاجه. دلوقتي احنا جالنا اهوت اللاعب دوت واللاعب دوت، عرفنا ان احنا ممكن نخش نشتري تاني من نفس اللعيبه ديت، بقت عندنا. يعني لو دخلت من الماي بلاير اللعيبه بتاعتي واخش اشتري منهم شويه تاني. محدش يركز في ال 17 نسخه ماسكرانو اللي عندي عشان هما اتحسدوا تقريبا من ساعه ما قلت. تعالوا بقول لكم ان فين اللعيبه ال 60. دلوقتي احنا شايفين ان احنا عندنا لعيبه، فين اللعيبه ال 60 وكل دي نسخ دودك؟ يا نهار ابيض،
هعمل لكم فيديو تاني اقول لكم ازاي تستخدموا نسخ دودك بقى وهنخربها حرفيا. بص هوريك ازاي تكسب ملايين من ورا دودك دوت وبجد ما تستقلش باي حاجه، ما تستقلش باي حاجه. دلوقتي معايا 146 مليون، ممكن اخليهم 190 مليون بال 15 نسخه دودك اللي معايا بس دي. هتشوف هتقول ان انا قلت، وهعمل لكم الفيديو الجاي كامل على نسخ دودك بس، وهوريكم بقيه كام. يعني طبعا بعيدا عن ان انا نسخ دودك حوالي 15 نسخه ممكن اكسب فيهم 40 مليون، نسخ ماسكرانا ممكن اكسب فيهم 150 مليون 15 نسخه دول. تعالوا بصوا، احنا مش هنخش نتعب نفسنا كتير في اللعيبه 67 او اللعيبه 60 جالنا كام لعيب. تعالوا نخش بقى اقول لكم ايه الهدف وتاني فكره عشان تبقى محترف زي ما قلت لك. طبعا اول حاجه دلوقتي انا هخش لكم اقارن لكم بين حارسين عادي جدا. يعني حارسين اهوت، فين الماي بلاير؟ اهي البلاير، ارجع كده من التيم دوت، هات البلاير. هقارن لك اقل حاجه بين حارس. يعني الحارس مثلا اللي معايا دوناروما، اللي هو انا اصلا جايبه اللي هو الاوفر الاصلي بتاعه 93، انا مخليه 97. لو دخلت شفت مثلا دوناروما دلوقتي، بص دوناروما في الصد دلوقتي كام؟ 133، وفي ال 133 في الصد صح؟ ودوناروما اهوت قدامكم اللي هو النسخه اللي هو 97 اللي هو مطور احمر. دوناروما اهوت معاك 133 في الصد. عايز اخش اقول لك ان انت اعلى حارس في اللعبه هتجيبه، اعلى حارس في اللعبه. تعالى نخش نبحث في الماركت، اعلى حارس في اللعبه كلها. انا قلت لكم دوناروما اللي معايا 133 صد. اما لو جبنا دلوقتي ايه البوزيشن وجبنا جي كي اعلى حارس في اللعبه اهوت مثلا عادي خالص، احنا عاملين فلتر للبوزيشن والنيم. ثواني نشيل البوزيشن والنيم، شيل البوزيشن، شيل النيم. احنا عاملين اوفر، احنا عاملين اوفر ايه؟ احنا عايزين معلش، احنا عايزين حارس بوزيشن جي كي. هعمل لكم مقارنه سريعه بس عشان اكد لكم كلامي واكد لكم اللعيبه 60 هتعمل ايه وايه الفرق. ده اعلى حارس في اللعبه مثلا اهوت، يعني راؤول كوستا مثلا 99 103 صد، 103 صد. طب نجيب ده بقى الحاسب الاساسي اللي هو اللي انا قلت لكم عليه اللي هو كان معايا 93 تقريبا، دوناروما 96 صد. تعالوا بقول لكم بتفرق في ايه، سواء ان دوت 96 ودوت مثلا اهوت لاعب حارس 95 متوسط 94 صد، ده اقل من ده وده اعلى من ده. فاندر سار طبعا 99 صد. هقول لكم بقى الفرق في ايه دلوقتي. الفرق هنا ان ده دلوقتي عندي سواء ده 103 صد سواء ده 99، الفرق 4 اوفر بين كل واحد والتاني. انما الفرق الاصلي في اللعيبه ان انت تعليهم وان انت تطورهم. اول حاجه ان انت لازم تجيب فيفا ما بتعتمدش على التدريبات بس، او ان انت تجيب لعيب مثلا اوفر 99 زي فاندر سار ومش متطور، ما ينفعش. اول حاجه بدل ما تجيب فاندر سار مطور ممكن تجيب دوناروما زي ما عندي مثلا دوناروما اجيب 94 واجيبه مطور 97 او 98 احسن ما اجيب فاندر سار مطور. هتقول لي احسن ازاي؟ هقول لك لان الاوفر بيعتمد على الرانكات. الاوفر في فيفا السنه دي بيعتمد على الرانكات. يعني دلوقتي عندنا فاندر سار واخد 4 رانك، يعني عندي قصدي دوناروما واخد 4 رانك، انما فاندر سار لو جبته وهو الاصلي وانا بقى دافع فيه 100 مليون وما اعرفش ايه وهو مش واخد ولا رانك، مش هيعلي لي الخطه. الناس اللي بتجيب كل اللعيبه بتاعتها 99 وما عندهمش مش مدينهم ولا رانك ولا جايبينهم مطورين ولا اي حاجه، طب ما انت الخطه بتاعتك هتفضل 99. انما لو جبت مثلا كل اللعيبه 96 مطوره 99، لا انا ممكن ابقى اوفر 100 وهكذا. طبعا انا اديت مثال عشوائي ان يعني انت لو جبت كل اللعيبه اللي عندك 99 ممكن تبقى اوفر 97، انما لو جبت كل اللعيبه اللي عندك 96 مطوره 99 لا هتبقى اوفر 99. ده الفرق بين اللعيبه. والفرق برضو في النسخ ان زي ما قلت لكم طبعا دوناروما هنا سواء ده دوناروما كان سواء الحراس اللي شفناهم على حارس 103، الحارس اللي بعده 99، الحارس اللي بعده 102، الفرق اوفر متفاوت واحد بين كل لاعب والتاني. طب انا بقى دلوقتي المهمه في ايه؟ المهمه ان انا دلوقتي اهو زي واحد زي اوبلاك برضو نجيبه، واحد زي اوبلاك 95 في الصد، واحد زي دوناروما كان 94 في الصد. الفرق كله بيعتمد على التريننج والتدريبات، التريننج والتدريبات والرانكات. طبعا الرانكات، لان انت هنا اوبلاك مثلا معايا مش هديله هديله اخري اعمل له 5 ترين، اخري ادربه 5 ليفلات عشان هو مش مطور. بعد كده لو جيت اديله رانكات تاني هيقول لي ايه؟ يعمل له رانك. فانا احسن حاجه في اللي بتعتمد ان انت كده هتجيب الحارس سواء يعني انا بصي دلوقتي اديت له هو 5 ليفلات تريننج بقى 101،
فما اختلفناش كتير ان اعلى حارس من اقل حارس الاوفر متفاوت بينهم، انما الفرق في الرانكات. فانت بتشتري لعيبه 60 كتير عشان تعليهم، ولازم تشتريه اصلا مطور زي ما قلت لك، ان انت تشتري حارس 96 وتجيبه 99 مطور احسن ما تشتري حارس 98 او 99 ما فيهوش ولا تطويره عشان يكون في علمك، او تجيبه وتطوره بنسخ ماسكرانو طبعا. فدي كانت اول حاجه. تاني حاجه اللعيبه ال60 مفيده في ايه؟ طبعا مفيده في التدريبات زي ما قلت لكم، وممكن اعمل بيها حاجه تاني عشان يعني استخدمها الضعف. ازاي؟ دلوقتي انا عايز اقول لك حاجه، اعمل لك مثال عملي على طول عشان ما ناخرش الفيديو. طبعا هو بما ان ايه اللعيبه، احنا جبنا لعيبه 67 مثلا او ايا كان، جبنا لعيبه ايه، عايزين لعيبه متشابهه. احنا اللي جايبينه كان 67 مثلا. اللعيب ال 67 ده ركزوا معايا بالظبط على اللعيب دوت. لو دلوقتي عملت له رانك، عارفين يعني ايه عملت له رانك؟ يعني خليته 68، حطيت اهو لاعب تاني وخليته 68 رانك، لاعب بلاعب عادي من نفس الاوفر بتاعه، عملت له رانك اهوت، خليت ده 68 يعني 67 بس مطور، واخد ايه؟ واخد اوفر زياده بس، ودوست كونتينيو. تعالوا بقى اوريكم بقى حاجه كده سر كده على السريع. لو جيت دلوقتي اطور اي حد، لو جيت دلوقتي اطور مثلا فاسكس، عايز اعمل له تدريج، طبعا الافضل ان انت تعمل تريننج باللعيبه 60 اصلا عشان ارخص، وعشان كل حاجه، وعشان 120 اكس بي، وعشان حاجات كتير جدا، وعشان المعلومه اللي انا هثبتها لك دلوقتي انا جبت لعيبه 60 كتير من نفس الاوفر ونفس اللاعب وكل حاجه. فين اللاعب ال 67 اللي انا كنت جايبه؟ دلوقتي انا لو وقفت عند نفس اللاعب ال 67 اللي انا كنت جايبه، ده اللاعب ال 67 اللي انا كنت جايبه من غير ما اعمل له رانك. شايفين مكتوب ايه تحت؟ 120 اي اكس بي، 120 اكس بي. طب لو جبت نفس اللاعب المطور منه اللي هو 68، نفس اللاعب اللي هو كان 67 بس مطور اخضر، بص كام اكس بي؟ 360. يعني دلوقتي انت لو جبت لاعب عادي اهوت، عشان نعيدها تاني، هنا مكتوب ايه؟ 360 اي اكس بي. طب انما اللاعب الاصلي هنا 120 بس اكس بي. يعني انت لو كنت طورت دلوقتي لاعبين من دوت هيديك ايه؟ لاعبين من دوت اللي هو حتى نفس اللاعب 120 و120 هيديك 240 اكس بي. انما لو اللاعب عملت له رانك مع لاعب تاني وجيت تطور هيديك 360 اكس بي، يعني بدل من 240 اكس بي بقى 360 اكس بي. فانت وفرت لاعب، كل لاعبين بيوفروا لك لاعب. يعني انت دلوقتي كل لاعبين بيوفروا لك لاعب. يعني دلوقتي بدل ما تشتري مثلا 100 لاعب عشان تطور بيهم لوكاس فاسكيز مثلا 30 رانك، هتشتري كام؟ هتشتري 70 لاعب بس او 65 بس عشان تطوروا البتاع، عشان تطوروا. فانت الافضل ان انت زي ما قلت لك عشان توفر 120 اكس بي في كل لاعب، ان انت تشتري اللاعبين، لا يعني تشتري كذا لاعب من نفس الاوفر ونفس كل حاجه، وتستخدم اهو تدوس ترين هيديك 360 اكس بي. هنا استخدم 360 اكس بي، انما هنا من لاعب واحد بس ادانا كام؟ 120 اكس بي من نفس النسخ ونفس كل حاجه. فدي تاني معلومه عايز اقول لك، ان انت هتشتري 20 لاعب، هتعمل ال 20 لعيب هتخليهم 10 بس هم في الاصل لما تيجي تطور بيهم اللعيب هيبقوا 30، هيبقوا ال 120 اكس بي هيبقوا 360 اكس بي. يعني 10 لعيبه هيدوك 3600 اكس بي، وهيطورك اللاعب اوفر كامل ب 10 لعيبه، ب 20 لعيب وخليتهم 10 بدل ما اشتري 30 لعيب. المعلومه دي مهمه جدا 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 جدا، ومفيش اي حد يعرفها ولا اي حد طلع يتكلم في الفيديوهات دي، عشان دي المعلومه دي حبيت اقولها لكم عشان ما حدش بيتكلم فيها نهائي. دي كان تاني معلومه. واللعيبه ال60 تشتري من نفس اللعيب زي ما قلت لكم. في ناس بقى عامله ايه؟ مشتريه 20 نسخه من لاعب واحد. ليه؟ عشان بتجيب ال 20 نسخه دول تخليهم 10 نسخ، ويدوهم النسخه الواحده مديها 360 اكس بي في 10 نسخ، يعني 3600 اكس بي. انما لو انا جبت ال 20 نسخه وعملتهم بس هيدوك 1200 و1200، يعني 2000 وكام؟ 2400 اكس بي. انما لو انا عملت الطريقه اللي قلت لك عليها هيديك 3600 اكس بي. فانت بتوفر من كل 20 لاعب بتوفر 10 لعيبه زياده، يعني بدل ما تشتري 30 لاعب انت اشتريت 20 لاعب بس. فدي معلومه حطها في دماغك برضو وادعي لي.
تعالى بقى نصلي على النبي ونكمل الفيديو. وادي اول حاجه، وتاني حاجه قلناها المعلومتين دول في الفيديو. تالت حاجه دوديك وماسكرانو. يعني الفيديو ده يعني مش عايز اقول ان هو كرنج شويه، بس هو الفيديو ده احنا ممكن نقفله على المعلومتين دولت. والمعلومه اول حاجه اللي انا قلت لك تلعب الحدث الاحتياطي، تاني حاجه التريننج. والفرق ان انت دلوقتي لو جبت لعيبه عادي خالص 99 صد او 97 صد او 102 صد، الفرق 20 مليون بين كل لاعب والتاني. بس الفرق في الاصل هيكون في اللعيبه الحاجه و60 اللي انت هتجيبها وتعلي بيها وتعملها ترانسفير. وحبيت اقول المعلومه ديت، وان انت الاصل بيعتمد على التدريب وبيعتمد على اللعيبه ال60. ولو انت برضو داخل في نص السيزون ممكن تخش تاخد الاحداث الاحتياطيه زي ما قلت لك، وتاخد الهدايا كلها عشان تبقى كذا زي ما قلت لك، عشان تعلي الاوفر بتاعك وتعلي اللعيبه بتاعتك كلها. لان اللعيبه ان انت تجيب لعيب زي ما قلت لك زي اوبلاك من غير اي تعليه ولا اي حاجه هيبقى 95 صد بس، ما ولا هيعمل اي حاجه. انما واحد زي دوناروما جايبه مطورته واديته سكيل بوينت طبعا في الصد كلها ماكس وهكذا، وطبعا خليته 133 صد. فده اللي بيفرق. انا واحد مشتري حارس 103 صد ودافع فيه 200 مليون وما مش بستخدمه ولا اي حاجه ولا عارف يصد معايا، انما جبت حارس تاني خليته 133 صد. هيبقى دوناروما 97 احسن من اعلى حارس في اللعبه اللي هو اوفر 99. الفرق في الرانكات وفي نقط المهاره وفي التدريب زي ما قلت لك. اخر معلومه اللي هي نقط المهاره اللي انا برضو كنت عامل فيديو كامل عليها. عايز اقول لك انا دلوقتي مثلا معايا دروجبا مهاجم ومش عاجبني مثلا، او انا خلاص زهقت منه وهبيعه واشتري مهاجم تاني، فانا ممكن ادي النقط اللي في دروجبا ديت عشان ما اخسرهاش ال 13 ليفل اللي انا عاملهم، ان احطهم مثلا في رودريجو مثلا، او احطهم في فلفل، او احطهم في ماركينيوس، او احطهم في اي حد. يعني ممكن احطهم في رودريجو مثلا. رودريجو دلوقتي من ليفل 7 هيبقى ليفل 13، ده من ليفل 13 هيبقى ليفل 0. ازاي؟ بنقط الترانسفيرنج بوينت اللي نازله جديده في فيفا اهو زي ما قلت لكم. بص معايا اهو، بتعمل لهم انلوك وبس وتدوس 8 بيتعمل. دلوقتي نقل كل اللي هو الاكس بي اللي احنا كنا بنتكلم عنها من اول فيديو اصلا اللي في دروجبا، نقلهم في رودريجو دلوقتي من ليفل 7 بقى ليفل 13، وادي كل حاجه عنده. طاقته زادت، السرعه زادت 6، شوت زاد 7. طاقات رودريجو من 7 ليفلات بقت 13 ليفل من ايه ببلاش، بس بالنقط ايه الترانسفيرنج بوينت اللي قلنا عليها. ترانسفيرنج بوينت انا برضو كنت عامل فيديو ليها، بس قلت اقول المعلومه دي على السريع. ودي ثالث معلومه عشان تستفاد ان انت تنقل الطاقات هنا بدل ما تبيع دروجبا على طول بالطاقات اللي فيه بالتريبات اللي فيه، لا تحطهم في رودريجو بعدين تبيع دروجبا براحتك. ده في حاله طبعا ان انت يعني معاك فلوس، فاهم؟ هو ما لهاش علاقه بالفلوس طبعا. هو انت بتحط رودريجو في دروجبا في رودريجو عادي. لفت معايا تحط النقط ديت في اي لاعب عندك وتبيعه. ولو انت قصدي النقطه اللي انا بقولها، لو انت لسه معاك فلوس وانت دلوقتي دخلت واشتريت ايا كان الاس تي الاوفر 100 اوفر 101 اوفر 102 وعايز احط له النقط اللي في دروجبا، وانا معايا فلوس 140,000 او 140 مليون اجيب بيهم اللاعب عادي، اروح اجيب اللاعب الاول بعدين اجي ابدله مكان دروجبا واحط نقط دروجبا فيه، بعدين ابقى اروح ابيع دروجبا. ده في حاله ان انا كان معايا فلوس اصلا والدنيا تمام. طبعا دول كانوا 3 معلومات على السريع. الفيديو كرنج جاي، يعني هو مش كرنج فشخ، هو خاص بالتجاره في فيفا عموما. يعني دلوقتي انا اقول لك ازاي تكسب ملايين الملايين. يعني انا دلوقتي لو ما كسبتكش الفيديو الجاي 30 مليون في ال 15 نسخه دودك ديت، انا اقول لكم الفيديو جاي اعمل ايه. الفيديو جاي دلوقتي انا معايا كام نسخه دودك؟ واحد 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 نسخه دودك. يوم ما هتتاجر بيهم وانت خلاص خسران قوي، ال 15 نسخه دودك دولت هيكسبوك مش اقل من 20 مليون. الفيديو الجاي هوريكم ازاي دلوقتي ال 150 مليون اللي معايا هخليهم 170 مليون بنسخ دودك بس. طبعا ده دودك ده على الميت خالص اللي هو بتتاجر في لعيبه حاجه و80، وهقول لك ازاي تكسب 20 مليون. اما لو بتتاجر بنسخ ماسكرانو ال 15 مليون دولت ما تعدش، هخليك تكسب فوق ال 100 مليون بال 15 نسخه ماسكرانو دولت، 120 مليون 40 مليون في كل نسخه. وهوريك ازاي وما ترجعش ورايا. ما تنساش تصلي على النبي، واشوفك على خير في فيديو جديد. ده كان فيديو كده على السريع. الفيديو الجاي هيكون عن نسخ ماسكرانو ودودك ان شاء الله، والتجاره عموما. وفي كذا حاجه نزلت، ويك 3 نزل، هبدا اخد الاداء معاكم وهنعمل حاجات كتير جدا مع بعض. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.